وبس. هل سمعت قبل كده عن حد مدمن إباحية؟ أقصد مش بس شاف فيديوهات لكن مش قادر يبطل مشاهدة. الموضوع مش مجرد تسلية، دي حاجة بتسحب الواحد جواها زي الرمال المتحركة، كل ما تحاول تخرج تغرق أكتر. والغريب إن كتير من المدمنين المواقع الإباحية من المراهقين، ممكن يكون بسبب أهل شديدين جدا متحكمين في كل حاجة، يعني مفيش نقاش، مفيش فرصة للغلط، أو أهل مشغولين جدا مهملين، مش فارق عندهم ابنهم بيعمل ايه ولا بيروح فين، والنتيجة واحدة: شخص حاسس انه وحيد، عايز حاجة تهربه من الواقع. طب ليه المراهق بيلجأ للإباحة؟ لما البيت يكون مليان قسوة او مليان اهمال، الطفل بيدور على مكان يحس فيه بالراحة. الابحاث بتقول ان الاطفال اللي اتربوا في بيوت متحكمة جدا او فيها تعب نفسي عندهم حاجة اسمها ألم عاطفي مستمر. الألم ده بيحتاج لمهرب، ولو مفيش حد يسمعه هيلاقي الإباحية قدامه. ومع الوقت كل ما يحس بحزن أو غضب أو إحباط يلجأ لنفس العادة لحد ما تتحول لإدمان. وتلاقيه دايما بيقول: أنا حاسس إني لوحدي ومحدش واخد باله من وحدتي. أصل إدمان الإباحية بيزيد لما الشخص يحس إنه وحيد وإن محدش مهتم بيه، لما يكون قاعد في أوضته بالساعات يوم ورا يوم بعيد عن الناس، لما يحس إنه مش مقبول، أو حتى لو حاول محدش هيحبه. والجملة دي بتصبح هي محور التفكير: ليه أحاول؟ مفيش حد حاسس بيا، أو مفيش حد عايزني، محدش مهتم بيا أصلا. الجملة دي قالها كتير من اللي دخلوا في الإدمان على الإباحية، لأنهم شافوا في الإباحية مهرب سريع بيديلهم إحساس زائف بالسعادة، لكنه في الحقيقة بيزود وحدتهم أكتر. ممكن تلاقيه بيقول: مش عارف أكلم حد فبرجع للإباحية. الخجل والقلق الاجتماعي بيخلي الناس كتيرة يلاقوا الإباحية حل بديل للعلاقات الحقيقية. خايف يتكلم مع الناس، خايف يتكسف أو حد يحرجه، فبدل ما يحاول يخرج ويتعلم مهارات اجتماعية يفضل في العزلة ويدور على راحة سعيدة، راحة سريعة من خلال الإباحة. وده اللي بيسميه العلماء القلق الاجتماعي، واللي بيخلي المراهق يحس إن العلاقات الحقيقية صعبة وإن العالم الافتراضي أسهل وأريح. طب والحل؟ هل في طريق للخروج وفي طريق للنجاة؟ طبعا في طريق، بس لازم يكون في قرار حقيقي. أول خطوة: اعترف بالمشكلة، ولو مش شايف إنك في خطر مش هتعرف تخرج منها. تاني خطوة: اكسر العزل، اخرج، اتكلم مع حد، شارك في أنشطة حتى لو كنت حاسس إنك مش عايز. الإباحية بتعيش في العزل، أصل الإباحية بتعيش في العزلة، والعلاج بيبدأ لما تخرج منها. تالت خطوة: حط حدود لنفسك، شيل أي حاجة بتوصلك بالإباحية، ولو بتحس بالضعف لما تكون لوحدك غير مكان الموبايل، غير مكان الكمبيوتر، اتكلم مع شخص تثق فيه يساعدك. رابع خطوة وأهم خطوة: ابني علاقة حقيقية مع ربنا، مش مجرد صلاة سريعة، لكن علاقة حقيقية تشبعك من جوه وتملك الفراغ اللي جواك. في الختام: الوحدة والعزلة مش بتخلي الشخص يلجأ للإباحية، لكنها بتزود الإدمان وبتخليه يصدق إنه مش قادر يتغير. لكن الحقيقة كل شخص يقدر يتحرر، بس لازم ياخد هو أول خطوة بنفسه. في الختام: إهداء إلى روح الدكتورة شيري فؤاد، كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشورة من جامعة هولي صوفيا.